خرج من قلوبهم على موت النبي، ونسوا النبي اللي لسه ما دفنوهوش، وراحوا علشان يتخانقوا على مين يخلف النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا جماعة، الحكاية مش كده خالص. الحكاية دي مظهر من أعظم مظاهر عزة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف إيه أصل الحكاية. النبي صلى الله عليه وسلم مات وفي المدينة أكثر من 100 منافق. فاكرين المنافقين ولا مش فاكرينهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات والمدينة فيها منافقين أكثر من 100 منافق. لما النبي مات المنافقين كانوا فين؟ وكان ايه وضعهم؟ وايه كانوا بيعملوا ايه؟ وكان ايه همهم؟ لو بصينا كويس وافتكرنا النقطة دي وافتكرنا المنافقين فين، هنعرف كويس قوي يعني ايه اللي حصل في سقيفة بني ساعدة. المنافقين كان قائدهم وسيدهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول النبي هاجر ووصل المدينة في اليوم اللي كان أهل المدينة الأوس والخزرج بيستعدوا علشان يتوجوا عبد الله بن أبي بن سلول ملك على المدينة، ملك على الأوس والخزرج. ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فاضل تقريبا حوالي 15 خرزة في التاج، ولذلك كان عبد الله بن أبي بن سلول بيكره التاج ده جدا، لأن التاج ده هو اللي أخره وما خلوهوش يبقى ملك. لأنه لو كان ملك على المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وعبد الله بن أبي بن سلول، بالتأكيد كان الوضع هيختلف. عبد الله بن أبي بن سلول كان بيحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيكره النبي صلى الله عليه وسلم كره شديد، لدرجة ان سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه سيد الخزرج يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تلمه، والله لقد قدمت المدينة وانشغلنا بك وهم يعدون التاج الخرز في التاج لعبد الله بن أبي بن سلول ليكون ملكا على يثرب. عبد الله بن أبي بن سلول مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ترك مجموعة من المنافقين، ترك الطابور الخامس، ترك أكثر من 100 منافق. هؤلاء المنافقين كان معظمهم من الخزرج. الأوس والخزرج دول القبيلتين الكبار في المدينة المنورة. عبد الله بن أبي بن سلول كان سيد الخزرج، ولما أسلم سعد بن عبادة كان سعد بن عبادة هو سيد الخزرج عند المسلمين، وكان عبد الله بن أبي بن سلول هو سيد الخزرج عند المنافقين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هم ما ملكوش عبد الله بن أبي بن سلول. ليه ما خلوهوش ملك؟ ليه؟ علشان ما ينفعش يبقى ملك والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، لأن ملك النبوة أعظم بكتير جدا، لا وجه للمقارنة بين ملك النبوة وملك قبيلة وملك ناس يملكوه. فما كانش ينفع عبد الله بن أبي بن سلول يبقى ملك في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة بدأ المنافقين يتحركوا. مات النبي يبقى نجيب ملك مننا. نجيب ملك منين؟ من الخزرج. ملك من الخزرج بدلا عن عبد الله بن أبي بن سلول. لو عبد الله بن أبي بن سلول كان عايش وكان موجود بعد موت النبي كانوا خلوه ملك. المنافقين عملوا ايه؟ راحوا بسرعة للخزرج وجابوا سيدنا سعد بن عبادة. سعد بن عبادة سيد من سادات المسلمين، بل سيد المسلمين وسيد الأنصار. جابوا سعد بن عبادة وبدأوا يجمعوا الخزرج. يلا بسرعة نملك سعد بن عبادة ونخليه ملك خليفة لرسول الله قبل الأوس ما ياخدوها. فاكرين احنا كأوس وخزرج اتفقنا على ان احنا نملك عبد الله بن أبي بن سلول، وجه النبي فرضينا بالنبي حاكما ونبيا وملكا علينا. طب مات النبي، يلا نكمل الخطة بتاعتنا ونملك سعد بن عبادة. واجتمع فعلا الخزرج، واللي جمعهم كان المنافقين. وخلوكوا فاكرين وعارفين كويس، ما كانش الصحابة رضوان الله عليهم يعرفوا اسماء المنافقين.
الوحيد اللي كان يعرف أسماء المنافقين هو سيدنا حذيفة بن اليمان. أصر النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من تبوك بأسماء المنافقين إلى سيدنا حذيفة بن اليمان، ولذلك كان حذيفة بن اليمان هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين يصلي على أحد من المسلمين مات إلا إذا رأى حذيفة بن اليمان يصلي عليه، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كان لما حد من المنافقين اللي هو عارف أسمائهم يموت ما كانش يصلي عليهم لأمر الله، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالخزرج ما كانوش يعرفوا أسماء المنافقين. المنافقين اللي موجودين جوه المدينة جوه الخزرج اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وبقول كانوا أكتر من 100 واحد، واتفقوا على أن يؤمروا ويملكوا سعد بن عبادة. وجات الكلام بقى مش هنملك حد من الخزرج، لا ده احنا هنملك حد من الأنصار. فجماعة من الخزرج والأوس، أيوة المخلصين الصادقين، قدر المنافقين يأثروا عليهم ويضحكوا عليهم، واقتنعوا فعلا ان هم يملكوا سعد بن عبادة. دي قصة اجتماع السقيفة. السقيفة اجتمعوا ليه؟ بتحريك من المنافقين، واللي اتكلموا معظم اللي اتكلموا جوه السقيفة لما هنشوف كانوا من المنافقين إلا من رحم ربي، خدوا الحماس واتكلم على الأنصار وتولية الأنصار. اتكلموا المخلصين، بدأوا هم كمان ينادوا بأن الملك يبقى من الأنصار. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيحب الأنصار جدا، وهو يقول ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ما سلك الأنصار واديا إلا سلكته، لو سلك الأنصار واديا وسلك الناس واديا آخر لسلكت وادي الأنصار. من أحبني أحب الأنصار، بحبي أحب الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالأنصار خيرا، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم يفاضل ويذكر فضائل الأنصار، حتى أن الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ومن يوق شح نفسه. كل هذه من فضائل الأنصار. فالأنصار شايفين ان هم أصحاب فضل. المخلصين اللي تلبس عليهم أمر المنافقين شايفين ان هم أصحاب فضل، وهم فعلا أصحاب فضل. ويجلسوا في سقيفة بني ساعدة. الخزرج أو المنافقين هم اللي حركوا الموضوع ده كله، وجلموا المهاجرين وعلموا بما يحدث في سقيفة بني ساعدة. وتصحيح مفهوم، مش المهاجرين فقط اللي علموا بما يحدث في بني سقيفة وأسرعوا إلى هناك، مش أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وعبد الرحمن، لا، ده كل المخلصين اللي كانوا موجودين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن ربنا عز وجل جعل المنافقين يفعلوا هذا الأمر حتى يفوق المسلمين، يفوقوا المخلصين اللي قاعدين بيبكوا وبيولولوا ومغشى عليهم وفاقد الوعي وفاقد العقل وفاقد كل شيء في مسجد الرسول حزنا على رسول الله. لابد ان هم يفوقوا، لابد ان يكون في حدث يفوقهم. كل او معظم المهاجرين والأنصار ذهبوا الى سقيفة بني ساعدة، وكان هناك الحوار، ودار الامر بين المهاجرين والأوس والخزرج في من يتولى أمر خلافة الإسلام وخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودون دخول في تفاصيل كبيرة مين قال ايه ومين ما قالش ايه، يعني هذه التفاصيل الدقيقة ما تهمناش قوي. احنا بنركز على مواقف العزة، مواقف المجد. الأنصار قالوا ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المهاجرين إلا وأمر رجلا من الأنصار، فليكن منا أمير ومنكم أمير.